بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. مساء الفل والانوار على عيونكم وكل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل الصابون البلدي اللي قدامكم ده. صابون بلتر من زيت المستعمل. لتر واحد بس عمل لنا 10 صابونات بالاحجام دي، احجام كبيرة واحجام كويسة. بس قبل ما نبدأ يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة لو مش مشتركين. نبدأ على بركة الله. هنا هنجيب ان شاء الله كوبايه من الصودا الكاويه او البوتاش بالمصري، صودا اش كوباية او ديبوشار او حجر تسليك المجاري في الدول العربيه. كوبايه على لتر من الزيت. هنحط على الكوبايه دي نص كوبايه ميه، ما تزوديش السائل عشان الصابون يتصبل معانا بسرعه وما يبقاش طري. يتصبل معانا وما يبقاش طري. طبعا حطينا البوتاص تدوبيه كويس جدا، لازم تدوبيه كويس. ولو البوتاص ما سخنش معاكي، ما حسيتيش ان الاناء اللي انت شغاله فيه ده سخن، يبقى البوتاص بتاعك مش نافع، تغيريه فورا، ملهوش لازمه في الشغل. هتعملي تدوبي البوتاص كويس وهتسيبيه لما يبرد، عشان خاطر طبعا الزيت اللي احنا مستخدمينه زيت مستعمل، ما يبقاش ريحه الزيت في طالعه مع البوتاص وهو سخن، مش هينفع خالص. لازم نسيبه لما يبرد. كده برد، هنحط عليه لتر من الزيت المستعمل. ده لتر من الزيت المستعمل. قلبي كويس، اهم حاجه في الموضوع ده التقليب الكويس. قلبي كويس ودخلي المكونات في بعضيها. الصابون البلدي ده حلو قوي بقى في غسل البطاطين، في غسل البوتاجاز، في غسل المواعين، حاجه خرافي. يعني الاساس هو الصابون البلدي. الصابون البلدي بتاع بره بيبقى كله دقيق، حاطين له دقيق والبوتاص مش حاجه. انت تكلفيه واعمليه ببيتك، وبعدين مش بتكلفيه ده، يعني هو ده حبه زيت مستعملين من عندك، زيت مستعمل من عندك، هيبقى 100. هنحط على اللتر 4 معالق من السكر عشان تعلي الرغوة وعشان ايدينا يعمل عمل الجليسلين حلو خالص. السكر لازم في الصابون البلدي. هنحط كمان معلقة من الملح عشان يساعد على تصليب الصابونة. هنحط معلقتين من الزهرة البيضاء او السودا اش في بعض الدول العربية، احنا بنقول عليها الزهرة البيضاء. الزهرة البيضاء دي قنبلة في النظافة، في غسيل ماشي، في البطاطين، في سجاد، في اي حاجة هتبقى حاجة جميلة خالص. عشان بقى نعلي الرغوة هنحتاج نص كوباية، عشان ده لتر من الزيت هنحط نص كوباية من اي نوع عندك صابون سائل، اي نوع. هنقلب كويس المكونات دي، تقليب تقليب تقليب
لغايه لما تصب. ممكن تستعملي الهاند بلندر. الهاند بلندر سريع، بس اللي ما عندهاش هاند بلندر هتتعب شويه في التقليب، معلش، بس تقليب لغايه لما يتصبن. الهاند بلندر هيساعد وهيخلص الموضوع ده بسرعه. اهم حاجه في الصابونه ان انت تخدميها عشان خاطر تديكي نتيجه. مفيش دقيقه وتصبن كده تمام. كده بقى هنعبيه في القوالب. هتعبيه في اي حاجه بقى، مش لازم في قوالب يعني. انا عبيت في قوالب، واللي فضل حطيته في علب زبادي. ممكن تحطيه في قوالب، ممكن تحطيه في ازازه زيت اصلا وتسيبيه لغايه ما ينشف، وبعدين تقطعيها حلقات. كنت عامله كده قبل كده. يعني في اي حاجه، مش شرط زي القوالب، يعني مش شرط خالص. كده الكيلو عمل لي 10 صابونات حلوين كبار محترمين، يعني حاجه حلوه خالص. صنعي بيتي، تقدري بقى تعملي بيهم كل حاجه. صابون سايل، برسيل، برسيل جل او صابون سايل، او اي حاجه جل للغسيل المواعين هتنفع معاكي كويس قوي. كده بعد 4 ساعات، كده بعد قلنا لازم تغطيه، اكيد لازم تغطيه. كده بعد 4 ساعات اتصبن ونشف وبقى حاجه حلوه. هنطلعهم وبرده هتسيبيهم في الهواء كام يوم، وما تستخدموش عشان ايديكي غير بعد فتره. في المواعين عادي مفيش مشكله، بس برضه بعد فتره عشان خاطر البوتاس. كده وبصي طلعوا 10 صابونات كبار مش صغيرين، حاجه حلوه يعني. في تلميع الالمونيا بقى، في غسيل السيراميك، في غسيل البطاطين، في غسيل السجاد. ابشري حته مع اي حاجه واشتغلي على ضمانتي، وهتلاقي النظافه بعد كده مفيش. دول كده 10 صابونات من لتر من الزيت المستخدم. لو وصلتي معايا لغايه كده يا ريت تعملي لي اشتراك في القناه، لو انت مش مشتركه يشرفني اشتراكك، واعملي لي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين. كده خلصت الفيديو بتاعي معاكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.